السلام عليكم ورحمة الله. أتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة إن شاء الله. اليوم غنحضر معاكم السفة ديال الكسكسو بالدجاج ونخليكم مع المقادير. المهم نبدأ على بركة الله في المقادير. عندي هنايا صدر ديال الدجاج، تقدروا تعملوا دجاجه مكموله على حسب الافراد ديالكم. المهم هنايا عندي انايا صدر ديال الدجاج، عندي هنايا البصله وحاجه بصيلات، عندي الزبيب، عندي اللوز قشرته، غليته واحد الغليه في الماء وقشرته وقليته في الزيت. عندي الربيع باش نعطر الدجاج ديالي، عندي العطريه، الابزار، الخرقوم، سكينجبير، القرفه عواد، القرفه غابره، واحد المعلقه سمن، زيت الزيتون، بودره ديال التاو. عندي هنايا هاد الكاس فيه الحليب باش نعملوها في الكسكسو ديالنا. المهم هادو هما المقادير ديال السفه ديال الكسكسو. المهم هنايا عندي كسكسو، عملوا عاوتاني على حسب الافراد الاسره ديالكم، عملوا نص كيلو، عملوا كيلو، على حسب كيبقى على حسب الافراد الاسره. المهم هنايا فزقته في الماء ودابا غنعملو يتبخر وغنجوز نقطع نعطر الجداد ديالي، الدجاج، الصدر ديال الدجاج، نعملو هاد العطريه والبصيله والرد يطيب. المهم هنايا غادي نعملو حجاج بصيلات مقطعين كما كتشوفوا هاد النجره، وغادا نعمل العطريه، غادي نعمل هاد العويدات ديال القرفه، غادي نعمل واحد شويه د واحد البودره ديال الثومه، ان الدجاج كيتواسى مع المذاق ديال الثومه. غادي نعمل هاد الخرقوم، وغادي نعمل الابزار، وغادي نزيد السكينجبير، غادي نزيد هاد الدويمه ديال الزعفران، واللي عنده زعفران شعره طبعا يعمل الزعفران شعره، انا هادشي اللي عندي متوفر. غادي نعمل المليحه على حسب الذوق، غادي نعمل شويه ديال السمن، واحد المعلقه صغيره ديال السمن، وغادي نزيد شويه ديال الزيت، هذا هنايا عندي الزيت ديال العود، وغادي نزيد هذا الربيع معدنوس عندي هنايا. صافي دابا غنرد كلشي يطيب. المهم هنايا عملت كلشي، العطريه ديالي دابا غنردو يتشحر الدجاج ديالي مزيان مع هاد البصيله، ومن بعد من يتشحر نزيد له واحد 2 كيسان ديال الماء طبعا يكون غليان، يكون سخون، والدجاج كيكون كيتشحر، وصافي نخلي نغلق على الدجاج ديالي يطيب، ومن يطيب ان شاء الله ديك الساعه نفتتوه باش نعملوا به السفه. المهم الدجاج ديالي صافي كما كتشوفوا تشحر. المهم الدجاج ديالي كما كتشوفوا تشحر، دابا نزيدوا له واحد 2 كويسات ديال الماء ونخليوه يطيب واحد 15 دقيقه يكون صافي طايب. صافي كما كتشوفوا هو تشحر الدجاج ديالنا مزيان. المهم دابا غنزيدو الماء طايب،
تقريبا 2 كيسان ديال الماء صافي. صافي دابا غنشدو عليه ونخليوه يطيب واحد 15 دقيقه يكون صافي واجد. المهم رديت الغلاقه على الطنجره ديالي، دابا خليه يطيبو. نكوزو دابا نكسكسو. عندي هنايا كسكسو فزقته بالماء ومثلو شويه د المليحه، وعملت هنايا واحد الكسكس، وعندي في الطنجره من تحت عندي الماء وغنعملو يتبخر كما كتشوفوا معايا. هذا هو الكسكس ديالي، وعندي هنايا الماء غنحط من تحت الماء وحين يغلي وغنحط كسكسو ديالي يتبخر. المهم انا كنشرح للمبتدئين طبعا. المهم هنايا بدا كيغليو الماء، دابا عرض الكسكسو ديالنا يتبخر. صراحه انا كنعمل له 3 ديال التفويرات. المهم الكسكسو ديالي كيتبخر، التبخيره الاولى والثانيه والثالثه. كنعمل له الحليب، كاس ديال الحليب مع ماء الزهر اخر وحده وصافي. كيكون الكسكسو ديالي صافي مفور. المهم هنايا عملت الزبيب في الماء طايب باش يفسك لي. المهم هنا عندي الدجاج ديالي كيطيب، عندي الكسكسو ديالي كيتبخر، وعندي اللوز ها هو. غليته واحد الغليه في الماء وفسختو ونشفتو، دابا هو كينقلى الزيت. المهم هنايا عملت واحد القيله زبده باش نعسل الزبيب ديالي. ضيفت العسل الزبيب من بعد ما زبدتو وصفيتو. غادي نضيف له واحد المعلقه ديال العسل باش يتعسل، وغادي نضيف له واحد المعلقه صغيره ديال القرفه، معلقه صغيره من نص ديال القرفه، وعاد نخليه يتعسل. تقدروا تزيدوا حتى البرقوق والمشماش اللي متوفر عندكم. المهم الدجاج ديالي هنايا صافي طايب، شوفوا ما شاء الله كيفاش طاب. غادي نحيدو باش نفتتو، وغادي نزيد واحد المعلقه ديال السكر هنايا في هذه المريقه، وغادي نزيد واحد شويه ديال القرفه هذه المرقه، وواحد قطيره ديال ماء الزهر. غنزيد واحد القطيره ديال ماء الزهر. المهم هذا هو ماء الزهر اللي عندي. المهم دابا غنمشي نفتت هذاك الصدر ديال الدجاج. المهم من بعد ما تبخر لي كتكسو المره الاولى، ودابا المره الثانيه، وهذه هي المره الثالثه، المره الاخيره. دابا غنزيد هنايا عندي كاس ديال الحليب، وعاد نزيدو واحد تقريبا واحد معلقه ولا معلقه ونص ديال ماء الزهر بحال هكذا، وعاد نكبو فوق الكسكسو ديالي. والحليب يكون في درجه حراره المطبخ، ما يكون بارد ما يكون سخون. وعاد نزيدو واحد المعلقه ديال الزبده، وعاد نخلط الكسكسو ديالي، خلطو مزيان. وديك الساعه عاد نرجعو يتبخر المره الاخيره. المهم انا نحاول ندخل فيه هذيك الزبده وهذاك الحليب مزيان، ونزيدو له واحد المعلقه ديال السكر بحال هكذا صافي. وغندخل مزيان هاد
وباقي سخون الصراحه ما كنقدرش نحادي فيه بزاف. المهم غندخل هذا السكر وعاد نردو يتبخر كتبخيره الاخريه. المهم كسكسو ديالي كيتبخر التبخيره الاخريه. التغميره اللي عملت صافي طفيت عليها، شوفوا كيفاش كتجي. الدجاج ديالي ها هما قطعته قطع صغيره. المهم هنايا من بعد ما تبخر لي الكسكسو التبخيره الاخيره قسمته في النص كما كتشوفوا. النص وضعته هنايا، عملت هذا الاطار دهنته بالزبده. هذا الاطار ديال الكيك عملوه في المول اللي بغيتو. المهم انا عملته في هذا الاطار ديال الكيك، وغادي نعمل الطبقه الاولى الكسكسو، من بعد نعمل المريقه اللي عندنا اللي عسلت والدجاج. المهم عوضته بحال هيدا. دابا غنجيبو هاد المريقه اللي عسلت وغنوضعوها فوق الكسكسو ديالنا باش الكسكسو ديالنا ما يجيش ناشف. المهم بحال هيدا عملت الطبقه الاوليه ديال المرقه اللي عسلنا. ودابا غنوضعو الدجاج ديالي كالطبقه الثانيه. المهم وضعت الدجاج ديالي وباقي لي هنايا شويه د المريقه، عاوتاني غنوزع فوق ديك الدجاج باش ما يجينيش ناشف. غنوزع هاد المريقه ديالنا كامله اللي بقات لي بحال هيدا باش ما يجينيش هاد الدجاج ناشف. المهم وزعت ديك المريقه كامله في ديك الدجاج كما كتشوفوا معنا هيدا. دابا غنزيد تبقى الاخيره هي الكسكسو. المهم غنزيد هاد الطبقه هادي الكسكسو باش نغطي هذيك الدجاج ديالي. غنضيف الكسكسو اللي بقى لي كامل. المهم هنايا غنحاول نقد الوجه ديال الكسكسو ديالنا بحال هيدا. صافي غطيت هذاك الدجاج ديالي مزيان. دابا غنرش له واحد شويه ديال اللوز اللي حمرته وطحنته. المهم في الاول سلقته قليته قشرته وقليته وهرمشته على هذا الشكل هذا. دابا غنحطو هنايا بحال هيدا. نغطي الوجه ديال نغطي هاد الكسكسو. هانتوما غطيت الكسكسو ديالي كامل مبقاش كيبان بحال هيدا. صافي. المهم هنايا عملت هذاك العسل ديك الزبيب عفوا اللي عسلنا، وكنجيبو كنحطو هنايا فوق هذا الطاوه ديالي. كنحطو هنايا في الوسط بحال هيدا. صافي بحال هيدا. كنحاول نعوضو لان الزبيب كاين اللي كياكلو كاين اللي ما كياكلوش على حسب الاذواق تختلف. عملوها غير هيدا، الا ما كانش الواحد كياكلو يتجنبو.
وعندي هنايا اللوز مقلي للتزيين، وعندي السكر كلاصي بودره، وعندي هنايا القرفه. المهم غنحاول نعمل هذا اللوز هيدا على هذا الشكل هذا. نهز اللويزات هيدا ونحطهم هنايا الديكور وصافي. عملوا الديكور اللي بغيتو نتوما واللي كيعجبكم. المهم جبت السكر ديالي وكنعملو هيدا بيدي وصافي. دائما التزيين كيبقى على حساب اللي بغيتو نتوما. المهم زينت السفه ديالي بهذا الشكل هذا البسيط. اللي بغيتو يزيدوا البيضات مسلوقين في الماء قطعوهم وزيدوهم. المهم انا كنكتفي غير هيدا وكتجي غزاله. المهم هنايا غنحيد هاد الاطار صافي. بسم الله غنحاول نحيدو. ما شاء الله شوفوا كيفاش جات الصفه ديالنا ديال الكسكسو. الصراحه كتجي غزاله. كتجيب ديك الطبقات ديال الكسكسو وديك الطبقه ديال الدجاج. صراحه كتجي ولا اروح. وشكرا للناس اللي كيدخلوا عندي وكيخليو لي التعاليق، واخا ماشي بزاف. كاين بعض الاشخاص يعني ماشي بزاف، غير شويه وصافي. ايوا نتمنى القناه ديالي تكبر وتعجبكم وكون عند حسن الظن ديالكم. وكنهدي هاد الوريدات المتتبعين ديالي المشاهدين ديالي.
المهم نفتح معاكم حتى هاد السفة، شوفوا كيفاش كتجي ما شاء الله. شوفوا من داخل كيف كتجي مسقية، كتجي غزالة الصراحة. شوفوا كتجي واعرة ما شاء الله وبالصحة والراحة. صراحة كتجي غزالة بزاف وما كتجيش ناشفة. شوفوا كيفاش كتجي فازكة، كتجي غزالة بزاف صراحة. نتمنىكم تجربوها واللي شاهيناها تسمحنا. شوفوا ما شاء الله كيفاش كتجي. انا بديت داخله فيها. المهم السفة ديالنا هي هذه، كتجي على هذا الشكل هذا. صراحه كتجي راقيه غزاله. نتمنى يعجبكم الفيديو اليوم، وإلا عجبكم ما تنساوش تخليو لي واحد التعليق بحقي. طبعا الا كان يعجبكم المحتوى ديالي شاركوا هذا الفيديو مع الاحباب والاصدقاء ديالكم باش يعود الفائده وتشاركوا في القناه ديالي، لان القناه جد ضعيفه عندي انا. يلاه مبتدئه، يلاه بديت. ونتمنى يعجبكم المحتوى ديالي ويعجبكم هذا الفيديو، والى فيديو قادم في حول الله.